عملت عملية التكميم أو عملتي عملية التكميم وبدأتي تشتكي من الأعراض الجانبية المتوقع حدوثها بعد العملية. أنا دكتور محمد رفعت، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة، استشاري جراحات السمنة المفرطة، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا، وهنتكلم مع بعض شوية بالتفصيل عن الأعراض الجانبية المتوقع حدوثها بعد ما عملت عملية التكميم. بعد ما بعمل عملية التكميم بيحصل نقص شديد في كمية الأكل والغذاء اللي أنا باخده نتيجة لقص جزء كبير من المعدة، فبيكون نتيجة لكده كمية التغذية اللي أنا باخدها بقت قليلة، وعلشان كده بيتم تناول فيتامينات مباشرة ما بعد العملية واللي بتستمر لمدة 6 شهور، سواء كان في عملية التكميم 6 شهور أو الساسي وتحويل المسار بناخد الفيتامينات مدى الحياة. طيب لو أنا ما التزمتش بالفيتامينات اللي أنا باخدها في أي نوع من أنواع العمليات دي وبدأ تحصل لي مضاعفات عملية التكميم، أو مش هنقول مضاعفات، هنقول أعراض الجانبية، واللي أشهرها واللي الناس بتشتكي منها كلها هو تساقط الشعر. الشعر يا دكتور بيقع بصورة كبيرة جدا. خلينا نقول إن تساقط الشعر ده من ضمن الحاجات اللي بترجع تاني لطبيعتها، وده بعد ما يمر أول 6 شهور ما بعد العملية، ودول اللي بيكون فيهم نقص بكمية كبيرة من الفيتامينات ومقابل ليه نقص بكمية كبيرة جدا من الوزن. بعد كده بيرجع تاني الجسم بياخد كل التغذية اللي هو محتاجها من كمية الأكل اللي بياكلها، اللي هي تكون كمية بسيطة، والكمية البسيطة دي هتكون مكفياه كتغذية وفيتامينات. طب خلال ال6 شهور دول، وطبعا الكلام بيكون مهم جدا للسيدات لأن سقوط الشعر بيبقى حاجة مزعجة جدا للسيدات، ساعتها احنا نقول لازم نلتزم بالفيتامينات اللي احنا بناخدها جدا، قرص مرة واحدة في اليوم أو قرصين في اليوم على حسب نوع الفيتامين اللي بناخده. تاني حاجة ممكن ناخد أدوية تساعد على نمو الشعر زي البيوتين أو البرفكتين، دي أدوية بتساعد إن الشعر يطلع كويس، ودي ساعات ممكن نحقن بلازما في الشعر وده بيجيب نتائج كويسة جدا. كل مشكلة وليها حل، وطالما المشكلة ليها حل فمش لازم إن احنا نقلق منها، وكده كده حتى لو ما عملناش أي حاجة الشعر بيرجع تاني مع الوقت. ولكن لازم نهتم بالغذاء كويس، بالفيتامينات، بالرياضة ما بعد عملية التكميم علشان نوصل للوزن اللي احنا عايزينه بصحة كويسة. لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات ابعتوا لنا الاستفسار في كومنت أو في رسالة على الصفحة واحنا هنجاوب عليكم، سواء كان في الرسائل أو في كومنتات. ممكن نعمل لكم فيديو جديد نشرح فيه كل الأسئلة اللي انتوا عايزينها ونجاوب عليها باستفاضة أكتر. ونشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.